زي ما تعودنا دايما بنرصد لكم الصور المضيئة، الصور المشرفة اللي بتمثل مصر في جميع المحافل، اللي بترفع علم مصر. الإعاقة مش إعاقة جسد، الإعاقة إعاقة عقل. النهارده معانا بطلة من أصحاب الهمم وذوي الهمم اللي كتبت لاسم مصر في جميع المحافل الدولية. بطلتنا اليوم اللي كرمها السيد الرئيس وكان لها اهتمام من الدولة ومن الوزير أشرف صبحي، بطلتنا اليوم وبطلة العالم، البطلة صاحبة الصورة المضيئة رحاب أحمد رضوان. إنجازات تاريخية وموهبة ربانية جمعت بين الجمال والقوة. رغم إنها من أصحاب الهمم، لكن ده ما خلاهاش تفعل بارالمبية حفرت اسمها بحروف من ذهب في تاريخ الرياضة المصرية، ورفعت علم مصر في كل المحافل الدولية، وبقت علامة من علامات رفع الأثقال. رحاب أحمد رضوان بطلة منتخب رفع الأثقال البارالمبي اللي كتبت التاريخ وحطمت الأرقام القياسية في لعبة الأوناش البارالمبية، واللي دايما مرشحة للفوز بالميداليات الذهبية في كل البطولات، ده غير حصولها على ميداليتين أولمبيتين في طوكيو وريو دي جانيرو. الرباعة البارالمبية بنت الريف اللي اتولدت في عزبة الحواط بمركز منيا القمح في محافظة الشرقية سنة 1991، واللي اتصابت بشلل الأطفال وهي عندها سنة ونص بسبب خطأ طبي. كان حلمها ان تكون بطلة رياضية، واتمسكت بالحلم اللي بقى حقيقة علشان عندها إرادة من حديد وموهبة ربانية. رحاب رضوان ابتدت مشوار في رفع الأثقال سنة 2013 وهي طالبة في كلية الآداب، بالصدفة على إيد الكابتن عبد الحكيم فارس مدرب منتخب رفع الأثقال، اللي اكتشف موهبتها وقدم لمصر بطلة ذهبية ورباعة بارالمبية. بطلة رفع الأثقال البارالمبية عرفت طريق المجد من البداية بعد ما فازت بالميدالية الذهبية ببطولة دبي سنة 2013، ومن يومها بقت ضيف دايم على منصات التتويج، وحققت ذهبية بطولة فزاع مرتين، ده غير الميداليات الذهبية في البطولات المحلية. هنا صدقت حلمي وبدأت، ده شعار رفعته البطلة المصرية رحاب رضوان قبل دورة الألعاب البارالمبية ريو دي جانيرو 2016، وكان عندها إرادة حديدية وقدرت تحقق الميدالية الفضية، وبعدها فازت بأول ميدالية ذهبية في بطولات العالم في المكسيك 2017، وفي سنة 2018 حققت الميدالية الذهبية في بطولة إفريقيا في الجزائر، وفي سنة 2019 كانت البطلة المصرية على ميعاد تاني مع مجد جديد وإنجاز تاريخي بعد ما فازت بالميدالية الذهبية للمرة الثانية في بطولة العالم في كازاخستان.